برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله. السلام على المقام العالي بالله مولانا صاحب الجلالة، نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. مولانا صاحب الجلالة يشرف خدام الأعتاب الشريفة أعضاء منظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين عبر العالم المجتمعين اليوم بمدينة طنجة للاحتفال بالذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، بأن نرفع إلى السدة العالية بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص، معربين لجلالتكم عن تأكيدنا لأواصر البيعة وتشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها. مولانا صاحب الجلالة، إن رعاياكم الأوفياء أعضاء منظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين عبر العالم داخل الوطن وخارجه يغتنمون هذه الفرصة ليعبروا لجلالتكم عن صادق الامتنان لروح مبادراتكم النيرة والاهتمام المتزايد لجلالتكم في بناء صرح الأمة المغربية عبر الأوراش الكبرى التي تسهرون عليها، والتي من خلالها يعيش المغرب على عهدكم الزاهر تحولا لافتا وتقدما كبيرا. مولانا صاحب الجلالة، إنا يا مولانا نعتبر أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع بالغالي والنفيس عن مقدساتنا الوطنية ووحدتنا الترابية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج آبائنا وأجدادنا. أبقاكم الله يا مولانا ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وبانيا لصرح أمجاده، وأدام عزكم ونصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن، وبارك في عمر الأميرة المحبوبة للا خديجة، وشد أزركم بشقيقكم السعيد سمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد العائلة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. قدام الأعتاب الشريفة أعضاء منظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين عبر العالم، وحرر بطنجة في 6 من رجب من 44 و400 وألف هجرية الموافق 28 يناير 2023 ميلادية.